شاء الله ستخترق الحدود. دافع على حدود بلادنا فقط. إغلاق الحدود بين المغرب والجزائر بدأ في سنة 1994 حتى لوقتنا الحالي. شي ما يقدر يدخل عند شي، والسبب غريب بين هاد العداوة المتجذرة والقديمة بين المغرب والجزائر، من الحرب على الصحراء الغربية إلى الحرب الإعلامية والسباق على التسلح والمخابرات. فبلا ما نطول عليكم في المقدمة، اليوم غنشوفوا واحد من أعقد الصراعات في العالم، الصراع بين الجزائر والمغرب. قبل الا كنتي كتشوفني ما تنساش تخلي معاك ديك لايك ودير شي كومونتير وتبارطاجي الفيديو، ويلا نكملوا. الصراع بين المغرب والجزائر فكيفاش بدا وكيفاش بدات بيناتهم الحرب الدمويه، وغنشوفوا علاش فشلات جميع انواع المصالحه بيناتهم. على بركه الله يلا نبداو. هنا خاصنا نرجعوا اللور شويه في القرن 17 من شدت الدوله العلويه الحكم في المغرب. كانت الحدود ديال المغرب داخله للجزائر وواصله حتى السنغال وشويه من موريتانيا، والجزائر في ذاك الوقت كانت مجرد ولايه عثمانيه. حتى القرن 19 منين دخلت فرنسا واحتلت الجزائر من بعد ما ضعفت الدوله العثمانيه. الجزائر تم احتلالها من طرف الفرنسيس، وكانت المغرب كتحاول تساعدها بالاسلحه، وبقى الامير عبد القادر كيقاوم لسنوات حتى لجأ للمغرب، ومن بعد فرنسا اعتبرت المغرب دولة معادية لها بمساعدتها للجزائر. فدخلت فرنسا القوية في ذاك الوقت واحتلت المغرب. هنا اللي بغيت نوصل لكم هو انه في نهاية القرن 19 ما كانوا حتى مشاكل بين الدولتين، بل كانوا متحابين بيناتهم. في القرن العشرين الجزائر كانت تحت الاحتلال الفرنسي، والمغرب نقدر نقولوا نسبيا كانت تحت الاحتلال، ولكن بل كانت تحت نظام الحماية اللي داروه في سنة 1912. وفي نفس الوقت تم الاحتلال الجزء الشمالي والجزء الجنوبي من المغرب من طرف الإسبان. ففي سنة 1955 رجع الملك محمد الخامس من المنفى، وانسحبت فرنسا تماما من المغرب، وكذلك الصبليون من القسم الشمالي، ولكن بقات في سبتة ومليليا وإفني والصحراء حتى وصلنا لسنة 1962. فرنسا خرجت من الجزائر وتولى الحكم أحمد بن بلة، ولكن التحدي الكبير اللي كان عندهم هو الحدود بين المغرب والجزائر، حيث كانت واحد المناطق مغربيه خداتهم الجزائر، او نقولوا فرنسا، اللي منهم بشار وتيندوف. فهنا الجزائر كتقول بلا المناطق ديالها، وهنا المغرب كتقول لا المناطق راها ديالي. فالجزائر قالت لهم لا، ما غنردش لكم الارض ديالكم، فلا رديت لكم ارضكم غينوضوا بزاف ديال الدول كيطالبوا باراضيهم حتى هما. فالمغرب جاوبهم بالرفض، وهنا ببساطه هذا هو جوهر الخلاف بين المغرب والجزائر. في اكتوبر عام 1963 كانت واحد الكتيبه من الجيش المغربي قرب الحدود بين الجزائر والمغرب، فجات واحد الكتيبه من الجيش الجزائري وقتلوا 10 من الجيش المغربي، وتسمات بحرب الرمال. فكانت المغرب مسيطره في الحرب وقدرت ترد بعض المناطق ديالها، وتم التدخل ديال كوبا وعطات المساعدات للجزائر. فهاد الحرب خلات الصراع يزيد يكبر بين هاد الجوج، ولكن في عام 65 غتقلب الموازين. الهواري بومدين دار انقلاب على احمد بن بلة، وبدا كيدير علاقات مع الشيوعيين واليساريين اللي عندهم عداوه مع النظام الملكي. فجاوبني وقول لي شكون هو النظام الملكي الابرز والاشهر في شمال افريقيا؟ اي هو هذاك النظام المغربي. فهنا الصراع ما بقاش واقف عند الحدود، بل ولا صراع فكري وايديولوجي، شي مع الشرق وشي مع الغرب، شي مع الاشتراكيه وشي مع الرأسمالية. فهنا الصراع الجزائري المغربي تحول لحرب باردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية. ومن بعد الانقلابات اللي طراو الحسن الثاني في السبعينات، الملك حاول يفرض السيطرة ديالو على المؤسسة العسكرية، وقرر باش يوحد الدولة ويسترجع الصحراء من الإسبان، ولكن الإسبان ما بغاتش وقالت بالله أن الصحراء ما ديال حتى واحد. ففي سنة 1975 خرج الملك الحسن الثاني في المنابر وكيخاطب الشعب وكيقول لهم يديروا مسيرة سلمية الصحراء، وداك الشيء اللي كان. في سنة 1975 خرج أكثر من 350 ألف واحد لتلبية النداء. فرجعات الصحراء للمغرب وقسموا واحد الطرف منها لموريتانيا، ولكن بلاتي واحد الجزء من سكان الصحراء كانوا رافضين تماما الانضمام للمغرب، وطالبوا باش تولي عندهم ولاية ديالهم أو دولة مستقلة، واللي هما البوليزاريو. فالجزائر بدات كتدعم البوليزاريو بزاف، واندلعت الحرب بين المغرب والبوليزاريو. فانقسموا الدول، شي وحدين كيقولوا بالله ان الصحراء ديال المغرب، والشي الاخر كيقول بالله ان الصحراء ديال البوليزاريو.
ففي سنة 1984 ناضت منظمة الوحدة الإفريقية واعترفت بالبوليزاريو، وكان الرد ديال المغرب هو الانسحاب من هذه المنظمة. واستمرت المناوشات بين الجيش المغربي ومنظمة البوليزاريو، بحيث كانت منظمة البوليزاريو كتلقى دعم من الجزائر وإيران وكوبا وعديد من الدول الاشتراكية، والمغرب كانت كتلقى دعم من أمريكا ودعم أوروبي ودعم من بعض الدول العربية. فهنا كنوصلوا لنهاية الثمانينيات، وبحيث تأسس المغرب العربي، واخيرا كنشوفوا ان المغرب والجزائر رجعوا اصدقاء من جديد. فهنا في سنه 1994 طرا واحد الحادث بمدينه مراكش، بحيث 4 اشخاص داهموا واحد الفندق وطلقوا النار بشكل عشوائي على بعض السياح، ومن بعد 3 ايام تم القبض على هاد المسلحين. فهنا المغرب اتهمت الجزائر بانها هي السبب في هاد الهجمات هادو، وفرضت المغرب الفيزا على الجزائريين، والجزائر ردت عليها بغلق الحدود تماما. والطريقة الوحيدة باش تجي من الجزائر للمغرب أو من المغرب للجزائر هي أنك تمشي لإسبانيا وتقطع المغرب ولا تقطع الجزائر، وهذا الشيء راه غريب تماما. من بعد في بداية الألفينات بداو الطرفين كيتقاربوا من بعضياتهم بتهنئة الملك محمد السادس بوتفليقة بعيد الاستقلال، وكيأكد على حرصه على توطيد العلاقات. ولكن في كل مرة كتخرج شي حاجة من الجنب وكتطرى شي حاجة اللي كتخلي الأمور تزيد تخربق من جديد. بحال اللي طرا في سنة 2020 ملي تم التطبيع بين المغرب وإسرائيل، بحيث كان فيه أن إسرائيل تعترف بالصحراء المغربية والمغرب تعترف بدولة إسرائيل. فمن بعد ولينا كنشوفوا الصراع بين الشعبين في السوشيال ميديا، شي كيرد على شي وشي كيعاير في شي، ولكن في الاخر راه كيبقى هذاك شعب واحد، امازيغ وعرب ومسلمون. في البداية كان الصراع بسيط وعلى الحدود فقط، من بعد تطورات الحدود وتطورات المشاكل ولات فيها قتلى بالمئات، ومن بعد تطورات المشاكل وصلت ان الشعب بيناتهم ولاو كيتسابوا كيتعايروا في المنابر الاعلاميه في السوشيال ميديا. المغرب كان هو ديما السباق لاعطاء يد المساعده للجزائر، ولكن الجزائر ديما كانت كترد بالرفض على هذه يد المساعده. المنزلية ديال شقائنا في الجزائر. الحدود ممكن تفتح يوم من الايام، ولكن اعتذر الحدود ما تغلقتش على باب الصحراء الغربيه، ما نشوهش الواقع. فكنتمناو ترجع العلاقات كيف ما كانت بين الجزائر والمغرب، وترجع العلاقات وطيده بين الشعبين، بحيث كاين شي وحدين ماشي كل شيء اللي كيبقاو يتسابوا في السوشيال ميديا. فلو وصلتي لهنايا ما تنساش خلي معاك ديك لايك وتبارطاجي الفيديو ودير شي كومونتير زوين وتهلاو.